خلاص كده ننزل باللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كيلو من اللحمه. عايزه تعملي اقل من كده براحتك، تعملي اكتر براحتك، ممكن تجربي في كميه صغيره، بس ان شاء الله هتعجبك جدا. السر اللي هقوله لك دلوقتي بس لما ايه تدخل على السوا شويه. هي البتلو ما بتستحملش يعني، بتستوي بسرعه ان شاء الله. كده بقى ننزل ببقيه ايه، ببقيه التوابل. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب. نسيبها كده تنزل الميه اللي فيها. خلاص نغطيها ونسيبها تنزل الميه اللي فيها ونشوف هتستوي ولا هتعوز شويه ميه كمان. هنا اللحمه لقيتها محتاجه شويه ميه، هحط ميه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تكتريش، لازم تكون ميه سخنه من كاتل بقى مسخناها على النار. المهم تنزلي على اللحمه ميه سخنه وهسيبها كده شويه. عايزه حبه كمان. بس ونغطيها ونسيبها لما تستوي خالص. وبعد كده اقول لكم على التكه اللي انا هعملها لكم. بسم الله. كده نحط لها مكعبين ماجي. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزه تحطيهم براحتك، حطي ملح. نسوي المرحله دي اللي بنحط فيها الملح، ما بنحطش قبل كده عشان اللحمه تلحق تستوي. الملح بيأخر سوى اللحمه، فانت تحطيها خلاص في الاخر خالص كده. نقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده نحط عليها. انا بقى ان انا ميتها واستوت داخله خلاص، مفيش 10 دقايق بقى لها اصلها 10 دقايق بالظبط. في الوقت ده بقى نحط لها هنا 4 قرون فلفل مقطعاهم صغير، 5 حبايات طماطم، ونقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص بقى نستنى عليها بس يا دوبك الميه تتشرب خالص وتنشف. بس هنا بقى في الحاله دي قبل ما الميه بتاعتها تنشف تستوي على الاخر نحط تكه حلوه قوي. وهي تتبيله المشاوي حلوه جدا 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 جدا. نحط معلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه كبيره كده ممسوحه وشويه بقدونس مجفف. بس كده ان شاء الله هتاكلي احلى لحمه باذن الله لو عملتها بالطريقه دي. اديلي بالهنا والشفا. استنى بقى لما تاخد غلوتين 3 كده. انا هحطها في طاجن وادخلها الفرن تاخد وش، بس قبل ما انزلها في الطاجن هوريها لكم بعد ما تشرب خالص من الشوربه بتاعتها دي. وكده شكله بعد ما طلع. يا رب يعجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.